كلنا حافظين ومتعودين اننا لو هناكل سي فود بنعمل جنبه رز بني، اللي هو رز السمك او رز الصيادية زي ما بنسميه. انا بقى المرة دي جربت رز مختلف خالص، رز بالشبت والليمون مع السي فود. طلع حلو قوي ولايق على كل انواع السي فود. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجة هنحط الزبدة وعليها رشة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وبعدين هحط الثوم وهحط عصير الليمون، وبعدين هحط معاهم الشبت المتقطع. هقلبهم مع بعض، هتشموا ريحة الشبت والليمون والثوم يا جماعة خطيرة. وبعد كده هحط معلقة كبيرة بشر ليمون، وهحط كمان عود قرفة، وده هشيله لما الرز يستوي. حطيت الرز، انا الرز بتاعي من النوع اللي ما بيتغسلش، وحطيت مرقة فورية، وممكن تحطوا مية سخنة بس او تحطوا اي شوربة عندكم. هزود للرز مية سخنة، انا بحط لكل كوباية رز كوباية وربع مية، واول ما يغلي هغطيه، وبعدين هوطي عليه النار لما يشرب المية. الرز خد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على النار. طلع حلو جدا ولايق على كل انواع السي فود. انا عملت جنبه جمبري بالصوص، ممكن تعملوا جنبه سمك فيليه، وممكن كمان تعملوا جنبه سالمون، بيطلع حلو قوي. لازم تجربوه.